السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ. درسنا لهذا اليوم تصنيف الأعداد باستخدام مخطط كارول. أهدافنا لهذا الدرس أن يصنف التلميذ الأعداد مثلا فردي أم زوجي أم الأعداد من مضاعفات العدد 2 أو 5 أو 10. أن يفهم الأعداد الفردية والزوجية ويميزها حتى 20 على الأقل. وفي هذا الدرس إن شاء الله سنمتد إلى الأعداد إلى 100. يستخدم مخطط كارول لتصنيف الأعداد أو الأشياء وفق معيار واحد، ويبدأ بتصنيف الأعداد أو الأشياء وفق معيارين، ويفسر خياراته باستخدام اللغة المناسبة بما في ذلك استخدام ليس. عندما يطلب منك أحدا أن تصنف الأشكال أو الأشياء، عليك بفرزها حسب خصائص مشتركة بينها. لدينا هنا مثلث، مستطيل، وخماسي، ومثلث آخر. هنا لديك بعض الخصائص التي تشترك بها بعض هذه الأشكال، مثل الشكل. هنا مثلث وهنا أيضا مثلث. قد نصنف حسب اللون، فهنا أحمر وهنا أحمر. إذن الأشكال التي أمامك هي التي تعطيك طريقة التصنيف. فمثلا قد نصنف في هذا الشكل في هذا المثال على حسب الشكل، مثلث وليس مثلث. المثلثات سنضعها في قسم المثلثات، وليست مثلثات كالمستطيل والخماسي نضعها في الناحية الأخرى. ماذا لو طلب منك في هذه المرة أن تصنف كل شكل بخاصية واحدة تختلف عن الخاصية الأخرى؟ كما ننظر هنا مثلث لونه أحمر، مستطيل لونه أصفر، خماسي لونه أحمر، وهنا مثلث ولونه أزرق. إذا نحن نحتاج إلى جدول أكبر يميز لنا كل شكل بخاصيته المتفردة عن غيره. وهذا المخطط أو هذا الجدول بهذا الشكل. سنحتاج إلى في هذا الجزء من هذا الجدول نحتاج إلى مثلث ولونه أحمر. في هذا الجزء نحتاج إلى مثلث ولكنه ليس أحمر. في هذا الجزء نحتاج إلى شكل ليس مثلثا لكن لونه أحمر. في هذا الجزء نحتاج إلى ليس مثلثا وليس لونه أحمر. هذا المخطط يسمى مخطط كارول. أولا، الشكل الأول هو عبارة عن مثلث لونه أحمر، هنا مثلث ليس لونه أحمر، هنا ليس مثلثا ولكن لونه أحمر، وهنا ليس مثلثا وليس لونه أحمر. هذا ما يسمى مخطط كارول، ويستخدم لتصنيف الأشياء وأيضا الأعداد. قد يستفسر البعض، هل يستخدم مخطط كارول في تصنيف الأشكال فقط أو الأشياء فقط؟ لا، يستخدم في تصنيف يستخدم مخطط كارول في عملية تصنيف كل شيء، سواء كانت أشكال، مواد، حيوانات، أعداد أو غيرها، وهو طريقة علمية لعملية التصنيف يستخدمها العلماء في المختبرات أو في التجارب العلمية. هيا لنصنف بعض الأعداد باستخدام مخطط كارول. لدينا 15، 30، 16، 71. ماذا نحتاج لنصنف هذه الأعداد؟ قبل أن نصنف الأعداد علينا التعرف على بعض خصائص الأعداد التي تعلمناها في الصف الأول والتي تعلمناها الآن حاليا في الصف الثاني. أولا، الأرقام الزوجية. لفظ الرقم هي الأعداد من 0 إلى 9. أما الأرقام الزوجية من 0 إلى 9 هي 0، 2، 4، 6، 8. والرقم الزوجي كما علمنا سابقا هو الأعداد التي تكون أزواجا ولا يكون هناك عدد مفرد فيها. أما الأعداد الزوجية فهي الأعداد التي آحادها رقما زوجي. فمثلا 10 هو رقم زوجي لأن آحاده 0، والصفر عدد زوجي.
8 عدد زوجي. 12 آحاده 2 والاثنان عدد زوجي. 72 آحاده 2 والاثنان عدد زوجي. 190 آحادها 0 والصفر عدد زوجي. 34 كذلك عدد زوجي لأن آحادها 4 والأربعة عدد زوجي. أيضا لدينا الأرقام الفردية ونحن نعرفها 1 3 5 7 9. الأعداد الفردية هي الأعداد التي آحادها رقما فردي. 21 رقما فردي لأن آحاده 1. 7 فردي. 53 آحادها 3 وهو عدد فردي. 45 آحادها 5 وهو عدد فردي. 361 وآحادها 1 وهو عدد فردي. 69 آحادها 9 وهو عدد فردي. أيضا من الخصائص التي يجب أن نعرفها مضاعفات العدد 5، وهي جميع الأعداد التي آحادها 0 أو 5 تعتبر من مضاعفات العدد 5. فالعشرون آحادها 0 وهي من مضاعفات العدد 5. 5 15 40 180 35 جميعها من مضاعفات العدد 5. أيضا يجب أن نتعرف على مضاعفات العدد 10، وهي جميع الأعداد التي آحادها 0 تعتبر من مضاعفات العدد 10، كالعشرون 50 10 40 170 30 900 جميعها من مضاعفات العدد 10. أيضا لدينا مضاعفات العدد 2. جميع الأعداد الزوجية تعتبر من مضاعفات العدد 2. للتذكير الأعداد الزوجية هي 0 2 4 6 8. جميع الأعداد الزوجية أي جميع الأعداد التي آحادها عدد زوجي تعتبر عدد زوجي وهي تعتبر من مضاعفات العدد 2. العشرون 54 12 42 136 40 972 جميعها أعداد زوجية، إذن هي من مضاعفات العدد 2. باستخدام مخطط كارول قم بتصنيف الأعداد التالية حسب خصائصها. لدينا 20 53 4 ولدينا 70. سنقوم باستخدام هذا المخطط من مخطط كارول. نستطيع أن نكتب الخصائص كما نريد، أو أن نكتشف من خلال الأعداد التي أمامنا الخصائص التي تشترك فيها بعض هذه الأعداد، أو قد يأتينا المخطط جاهزا وعلينا أن نقوم بتصنيف الأعداد. لدينا المخطط جاهز. لدينا مضاعفات العدد 10 وهي جميع الأعداد التي آحادها 0. ليس من مضاعفات العدد 10 أي أن الأعداد التي آحادها ليست 0. هنا الخاصية أصغر من 30، هنا ليست أصغر من 30. إذا لدينا هذا المستطيل يجب أن نكتب فيه عدد يكون من مضاعفات العدد 10 وهو أصغر من 30. أيضا هنا نحتاج إلى عدد يكون من مضاعفات 10 ولكن ليس أصغر من 30. لدينا أيضا هنا نحتاج إلى عدد ليس من مضاعفات العدد 10 ولكنه أصغر من 30. وفي هذا المستطيل نحتاج إلى عدد ليس من مضاعفات 10 وليس أصغر من 30 في هذا المستطيل. لننظر الآن. نحتاج أولا إلى عدد من مضاعفات العدد 10 وأصغر من 30، وهو 20 من مضاعفات العدد 10 لأن أحده 0 وهو أصغر من 30. الآن نحتاج إلى العدد من مضاعفات 10 وليس أصغر من 30 وهو 70. نحتاج الآن إلى عدد أصغر من 30 لكنه ليس من مضاعفات 10 لأن أحده ليست 0. وأخيرا نحتاج إلى العدد الأخير ليس من مضاعفات 10 وليس أصغر من 30. أيضا تمرين آخر باستخدام مخطط كارول قم بتصنيف الأعداد التالية حسب خصائصها. لدينا 2 38 61 و5 ولدينا مخطط كارول به عدد فردي ليس عدد فردي، أصغر من 10 ليس أصغر من 10.
إذن نحتاج في هذا المستطيل عدد فردي أصغر من 10. إذن هو 5 عدد فردي وهو أصغر من 10. الآن نحتاج في هذا المستطيل إلى عدد فردي وليس أصغر من 10. 61. نحتاج في هذا المستطيل إلى عدد ليس فردي أي إنه عدد زوجي وهو أصغر من 10، هو 2. نحتاج الآن في المستطيل الأخير إلى عدد ليس فردي وليس أصغر من 10 وهو 38. هكذا قمنا بحل هذا التمرين. الآن سنقوم بتصنيف مجموعة أكبر من الأعداد باستخدام مخطط كارول. سنحتاج إلى البحث عن أعداد من مضاعفات الاثنان. مضاعفة الاثنان أي إنها أعداد زوجية، ليست من مضاعفة الاثنان أي إنها أعداد فردية. الأعداد الأصغر من 10 والأعداد الأكبر من 10. أولا نحتاج إلى الأعداد من مضاعفات الاثنان وهي أصغر من 10، 2 و8. لماذا؟ لأنها أعداد من مضاعفات الاثنان أي إنها أعداد زوجية وهي أصغر من 10. إذن حصلنا على 8 وعلى 2. الآن نحتاج إلى أعداد ليست من مضاعفات 10، ليست من مضاعفات الاثنان وهي أصغر من 10. ليست من مضاعفات الاثنان أي إنها عدد فردي وهي أصغر من 10. حصلنا على العدد 5. الآن لدينا أعداد من مضاعفات الاثنان أي أعداد زوجية وهي أكبر من 10. حصلنا على الأعداد 14 و60. هي من مضاعفات العدد 2 أي إنها أعداد زوجية وهي أكبر من 10. وأخيرا ليس من مضاعفات الاثنان أي إنها أعداد فردية وهي أكبر من 10. 93 و17. حان دورك الآن يا تلميذ العبقري لتصنيف الأعداد باستخدام مخطط كارول. انقل هذه الأعداد في دفترك وقم بوضعها في مخطط كارول الذي أمامك. أعداد زوجية ليست أعداد زوجية، مضاعفات العدد 5 وليست من مضاعفات 5. عليك تصنيف هذه الأعداد 70 45 16 و29 في هذا الجدول. انتهى درسنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.